هل عمرك كنت بتقلب في السوشيال ميديا وشايف ناس مسافرة كل شوية وعربيات جديدة وشقق فاخرة ومشاريع وحسيت انك تايه وسألت نفسك السؤال اللي محدش بيحب يسأله بصوت عالي: هل انا فقير؟ طيب انا وضعي المادي فين مقارنة بالناس؟ يمكن تكون صحيت في نص الليل ماسك الموبايل باصص على حسابك البنكي وبتحاول تفهم هل انا متأخر ولا ماشي كويس ولا انا عايش في وهم. طيب انا فين من سلم الثروة؟ ويمكن كمان سمعت مصطلحات زي فقير وطبقة متوسطة، مستريح أو غني، بس عمرك ما عرفت يعني إيه الكلام ده بالأرقام. النهاردة خلينا نفتح ملف أغلب الناس في العالم العربي بتتهرب منه، وهو صافي الثروة الحقيقي ومكانك فين على السلم المالي. وأحب أقولك من البداية بعض اللي هتسمعه هيطمنك وبعضه ممكن يزعلك شوية، بس في الحالتين هيفتح عينيك. أنا شريف وبساعد الناس تفهم القصة الحقيقية وراء بناء الثروة والإدارة المالية. ولو زهقت من التخمين وعايز تعرف مكانك الحقيقي مقارنة بالناس التانية، ركز معايا في الفيديو ده للآخر. خلينا نبدأ بسؤال مهم. لما تسمع كلمة غني في العالم العربي بتتخيل إيه؟ فيلا ولا عربية فارهة ولا سفر طول السنة ولا شخص فلوسه بتجيب فلوس؟ الحقيقة ان الصورة دي مبالغ فيها جدا، والسوشيال ميديا خلت الغني شكله حاجة واحدة بس، انما الواقع مختلف تماما. ومعرفة الحقيقة مش للفضول، دي خريطة طريق. زي ما اي حد عايز يخس لازم يعرف وزنه الحقيقي، واي طالب عايز ينجح لازم يعرف مستواه. الفلوس كده بالظبط. هنتكلم في الفيديو ده بأرقام تقريبية ومنطقية تناسب أغلب الدول العربية مع اختلاف بسيط من دولة للتانية. بس قبل ما نبدأ أنا لازم أوضح لك شوية نقط مهمة جدا ولازم تركز معايا فيها. وأول نقطة مهمة ناس كتير بتغفلها لما تيجي تتكلم عن الفلوس، وهي إن الإحساس بالثروة مش دايما له علاقة مباشرة بحجم الثروة نفسه. ممكن شخص يكون وضعه المادي أفضل من ناس كتير حواليه ومع ذلك طول الوقت حاسس بالضغط والقلق وعدم الرضا، وفي المقابل شخص تاني موارده أقل بس حاسس بالسيطرة والراحة لأنه فاهم هو بيعمل إيه ورايح فين. المشكلة الأساسية إن أغلب الناس بتقيس نفسها بالمقارنة مش بالمسار. دايما في حد سبقك بخطوة، ودايما في حد شكله أحسن منك على السوشيال ميديا. المقارنة المستمرة دي بتخلق شعور إنك متأخر حتى لو أنت في الحقيقة بتتقدم، وده بيخلي ناس كتير تاخد قرارات مالية غلط مش لأنها محتاجاها لكن علشان تلحق صورة معينة في دماغها. كمان لازم نفهم إن بناء الوضع المالي مش سباق سرعة، هو سباق نفس طويل. في ناس بتبدأ بدري وناس بتبدأ متأخر، وناس بتقع وناس بتقوم. الفارق الحقيقي مش في البداية، الفارق في الاستمرارية. الشخص اللي فاهم أساسيات الفلوس حتى لو دخله محدود عنده فرصة حقيقية يطلع خطوة خطوة، بينما شخص دخله كبير لكن بدون وعي مالي ممكن يفضل مكانه أو حتى يرجع لورا. ومن الحاجات اللي بتميز الناس اللي بتتحسن ماليا فعلا إنهم بيتعلموا يقولوا لأ لشراء مش وقته، لأ لالتزام هيضغطهم، لأ لمحاولة إرضاء الآخرين على حساب نفسهم. القرار ده مش سهل لأن المجتمع حوالينا أحيانا بيكافئ المظاهر أكتر من الأساس القوي، بس على المدى الطويل اللي بيبني بهدوء هو اللي بيوصل. كمان في فكرة خطيرة منتشرة وهي إن الراحة المالية معناها إنك تبطل تفكر في الفلوس. الحقيقة هي العكس. الناس اللي وضعها المالي مستقر فعلا دايما عندها وعي ومتابعة وتخطيط. الفرق ان تفكيرهم في الفلوس مش نابع من خوف لكن من تنظيم. مش قلقانين من بكرة بس مستعدين له. والأهم من كل ده ان اي مرحلة مالية انت فيها دلوقتي مش تعريفك كشخص. الفلوس أداة مش قيمة إنسانية. اللي بيفهم النقطة دي بيعرف يتعامل مع النجاح من غير غرور ومع الضغط من غير إحباط، وده اللي بيخلي الرحلة المالية صحية ومستدامة مش مجرد أرقام بتطلع وتنزل. جت اللحظة الحاسمة يا بطل، كله يحضر نفسه ويجيب ورقة وقلم ويكتب فيها صافي ثروته كام، ويفتح تطبيق البنك ويكتب حسابه في البنك كام وراس ماله كام، ويشوف اللي تحت البلاطة يحسب هو مخبي فلوس كام، علشان هنفرق دلوقتي ونعرف سلم الثروة متقسم ازاي. خلينا نتكلم بأرقام تقريبية ومنطقية تناسب أغلب الدول العربية مع اختلاف بسيط من دولة للتانية. هنبدأ بأول طبقة وهي الطبقة الأدنى
وبنسميها المكافحة. لو صافي ثروتك أقل من $5000 يعني تقريبا مفيش مدخرات حقيقية، وأي حاجة طارئة ممكن تعمل لك أزمة. الفئة دي غالبا عايشة شهر بشهر ومفيش أي صندوق طوارئ، وأي مشكلة صحية أو فقدان شغل ده على طول إيكوال ديون. وده مش عيب، دي مرحلة بيمر بيها ناس كتير. نيجي بعدها على طول للطبقة المتوسطة الدنيا، وده بيكون صافي ثروة من 5000 إلى $25,000. هنا الناس اللي عندها دخل ثابت وبدأت تحوش، بس لسه الأمان المالي ضعيف. أجازة واحدة غلطة أو قرار مالي مش محسوب ممكن يرجعهم خطوات لورا. بعدها على طول الطبقة المتوسطة من 25,000 إلى $100,000. دي الفئة اللي أغلب الناس بتحاول توصل لها. ده بيكون عنده بيت أو شقة حتى لو بقسط، وفي شوية ادخار على جنب للطوارئ، وفي قدرة على التخطيط للمستقبل. هو مش غني بس مش على الحافة. وبعدها تيجي الطبقة المتوسطة العليا من 100,000 إلى $500,000. هنا بقى تبدأ الإحساس بالراحة، في أكتر من مصدر دخل، وفي استثمار، وفي قدرة على السفر واتخاذ قرارات مالية بدون توتر. بس خلي بالك، ناس كتير هنا شكلهم أغنياء بس فعليا الفلوس مربوطة في اقساط والتزامات. ونيجي بقى على الطبقة اللي كلنا نفسنا نكون فيها، وهي الطبقة الغنية من 500,000 إلى $2,000,000. دول ناس فلوسهم شغالة، عندهم أصول حقيقية، قراراتهم مش مبنية على الراتب، ومع ذلك مش كلهم مبسوطين لأن المقارنة دايما للأعلى. ونيجي عند آخر فئة وهي الفئة القليلة جدا، وهم قمة الهرم، أكتر من $2,000,000. هنا الفلوس بتتحول لأداة مش هم. واللي لازم تفهمه إن المكان بيفرق جدا. $100 في بلد يساوي أمان، وفي بلد تانية يساوي بداية بس. والأهم من كل ده ولازم تفهمه كويس، الطبقات دي مش ثابتة. الفرق الحقيقي بين اللي بيطلع واللي بيفضل مكانه هو التحكم في المصروفات، وعدم خلط المظاهر بالثروة، واستثمار قبل استعراض. ناس كتير في العالم العربي بيكون شكلها غني بس واقعها هش، وناس تانية عايشة بهدوء بس أساسها المالي قوي. في الآخر لازم تبقى فاهم ان كل اللي اتكلمنا عنه النهاردة مش هدفه يحطك في خانة معينة، ولا يقولك انت احسن او اسوأ من غيرك. الهدف الحقيقي انك تفهم مكانك بوضوح، لان من غير وضوح مفيش تخطيط، ومن غير تخطيط اي مجهود بيضيع. الطبقات اللي اتكلمنا عنها مش جدران ثابتة، دي مراحل. ناس كتير كانت في مرحلة صعبة وعدت، وناس كانت في وضع مريح وضاعت بسبب قرارات غلط. الفرق دايما بيرجع لحاجة واحدة وهي الوعي. لما تبقى فاهم انت بتصرف ليه وبتستثمر ليه ورايح فين، بتبقى مسيطر حتى لو الطريق لسه طويل. افتكر دايما ان مفيش حد بيصحى في يوم وليلة غني، ومفيش حد وضعه بيتغير فجأة من غير سبب. كل حاجة نتيجة تراكم قرارات صغيرة. قرار انك تتعلم، قرار انك تأجل متعة معينة، قرار انك تبني اصل بدل ما تشتري مظهر. القرارات دي يمكن تبان بسيطة بس مع الوقت بتفرق فرق ضخم. قناة شريف يستثمر هنا معمولة علشان تساعدك تفهم القرارات دي وتشوف الصورة الكبيرة، وتبني لنفسك طريق واضح بدل ما تمشي تايه. لو المحتوى ده حاسس انه لمس حاجة جواك، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وكمان حابب اسمع منك وتكتب لي في الكومنتات انت شايف نفسك في انهي طبقة من اللي اتكلمنا عنهم، وبتخطط توصل لفين خلال ال5 سنين الجاية. اكتب بصراحة حتى لو الإجابة بسيطة. الوضوح اول خطوة في اي تغيير حقيقي.